وبما ان طلباتكم اوامر، فكان الطلب مني ان احنا نعمل فيديو لتزيين البط او لتصغيط البط مرة تانية. وطبعا قلت بقى الحق ايه اعمل لكم بقى فيديو كده قبل ما ايه بذبحهم، لان دي اخر تزيينه وكده يبقى ما عنديش بط. مستنيه بقى البط الجديد اللي هو كان ايه، كان طالع. نعم، ده مفيش الحوالي بتاكل بس عادي. طبعا الفيديو ده هيبقى التزيين بتاع البط، والفيديو الجاي هيبقى ذبح بس للمنتسبين او للمنضمين او للمشاركات العضويه. قلت لكم 3 اسامي بتاعتهم، وده قلت لكم ليه، لان مش كل الناس بتحب تشوف مشاهد الذبح او ذبح الطيور عامه يعني. تمام، تعالوا بقى كده نقعد نصلي على الحبيب. ولو لسه ما اشتركتيش اتمنى لا تشتركي، ولو لسه ما حطليش يعني ايه كومنت كده، اكتبي لي كده كومنت يفرحني. ولو لسه ما حطيتش لايك اتمنى لو تحطي لايك. يلا بينا نسام البط. مسكته هات يا ابو رويد اهو زي ما انتوا شايفين اهو. وبنفتح البق كده اهو ونصدر صباعتنا. لازم التصدير بتاع الصباع دي. والتزيين بيبقى عبارة عن ذرة وفول. ايه ده؟ اهي بصوا بقى ده اهو. ونروح ايه دايسين من هنا كده على الزور لحد ما ننزل الاكل لتحت. اتمنى بس لو ما حطيتش لايك تحط. وكده طبعا ايه بعد ما مسكنا ذكر البط وهو بصوا شايفين ايده اهي، وبمسك كده. طبعا لازم يدرفس معنا شويه. بنروح مصدرين صباعتنا في قلب بقه اهو. طبعا زي ما معروف بنزقها فول وذره، نص ونص. يعني لو نص فول يبقى نص ذره، وممكن نعمل ربع فول و3/4 ذره. على فكره في ناس بتزقم ذره بس ذره بس مش هيدي معاكي لحمه حمراء، هيدي معاكي جلد تخين ودهون كتير. بما ان احنا يعني ملناش في الدهون قوي، فلا، نص ونص احلى حاجه. اهي بنحط كده اهو ونروح ندخل ايه اهي. لسه ما حطيتليش لايك؟ طب كومنت لايك بقى وكومنت حلو، عشان الفيديو اللي جاي هيبقى حصري للناس اللي هتنضم في الانتساب او الانضمام. حاجة سهلة على فكرة جدا، هي مش صعبة ولا حاجة، بالعكس سهلة جدا. وبيخلي الطير يجي معاكي بسرعة عن لو كل لوحده. يعني لو كل ببقه مش هيجي بسرعة، انما لما بيتزقم بياكل بيبقى كويس، يعني بيبقى حلو بسرعة. دول كده اخر تزقيمة. بعد كده هندبحهم دبيح بس بس بس.
شكل الدكر ده حس يا جماعة ان احنا هنذبحه. انت حسيت؟ انا فرهست منك، كفاية بقى، عمالين تاكلوا قد كده. خلي بالك عشان الدور يكفوا واخدة بالي، عاملاهم معدة الا ربع يعني. يلا عاد يا ابن الجزمة، عاد بس الفلاد. ولحد هنا كده يبقى خلصنا الثلاث دكورة بتاعتنا في التزقيق. زي ما شفتوا طبعا التزقيق سهل جدا. طيب ليه انا كررت الفيديو؟ لان اتطلب مني كذا مرة برضو ان انا اعيد تاني الفيديو بتاع التزقيق. طبعا يا جماعة دي كده اخر تزقيمة. المرة الجاية بقى ان شاء الله باذن الله هذبح الابيض ده اول واحد، لانه بصراحة خفيف ودمه تقيل وعمالة اوكل فيه ولا في فايدة فيه ولا عايدة. لو وصلتي بقى لحد هنا اتمنى لو لايك وكومنت، ولسه مشتركتيش اتمنى لو تشتركي في قناتي.